النهاردة هنعمل صينية لقمة خضراء بأسهل الطرق وأبسط المقادير اللي ممكن تعملوها في البيت. بس ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة. ودلوقتي تعالوا معانا نشوف المقادير مع بعض. هنفتح العجان بتاعنا، هنجيب ربع كيلو سكر. ده سكر عادي، يعني ما هو السكر بودرة ولا حاجة، لا ده سكر عادي جدا. هنجيب ربع كيلو. معانا كوباية زيت، كوباية مليانة زي ما انتوا شايفين. هنقلبها في العجان على السكر. وهنجيب الزبدة الفرن بتاعتنا دولت بالظبط 130 جرام. طبعا دي زبدة فرن ما هي السمنة. دول 130 جرام بالظبط عشان المقادير بتاعتنا تبقى مظبوطة وما فيهاش اي غلطة. طبعا احنا كده فضينا الزبدة الفرن زي ما قلنا. طبعا انا معايا يعني شوية مية، ما همش حاجة، يعني ايه، حاجة بسيطة، بحيث ان شوية المية دولت بيخلوا اللقمة تبقى ناشفة شوية معايا، ما تبقاش ناعمة قوي. لو انا عايز اللقمة الخضراء تبقى مثلا ناعمة مش هحط المية دي، بس انا بحط المية دي عشان تدي سنة قرمشة بس كده، اما اجي اكلها تبقى ايه، مقرمشة. بعدين هجيب معايا قصنص فانيليا. دي فانيليا اللي هي الفانيليا السايبة. هحط مثلا نص القصنص ده كده، نص القصنص كده. حطينا نص قصنص الفانيليا. يبقى احنا فاضل لنا كده ايه، هنشغل بس الاول بحيث نخلط الزبدة مع السكر مع الزيت. هنفتح العجان بتاعنا ونشوف الخليط اخباره ايه. تمام كده، احنا ايه، الخليط بقى تمام معانا. احنا معانا 80 جرام محوجة. المحوجة دي طبعا متوفرة عند اي عطار. دول كده 80 جرام، هنضيفهم على المقادير اللي احنا حطيناها. معانا 400 جرام دقيق. مش هننزل بالدقيق كله مرة واحدة، هنحط شوية، يعني مثلا نص ايه الكمية، ناخدهم مع بعض وبعد كده ايه ننزل بالنص التاني. هنجيب البيكنج باودر. هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر.
وهنشغل العجان بتاعنا عليهم. هنقفل العجان ونشوف الاخبار ايه. كده لسه عايز الدقيق، هينزل بالنص الكمية التاني. كده احنا حطينا 400 جرام دقيق، نزلنا بهم كلهم. نقفل العجان بتاعنا ونشغل. بسم الله. دلوقتي هنفتح ونشوف اخبار العجين معانا ايه. كده العجين عايز معايا شوية دقيق كمان عشان العجينة طرية. يبقى احنا كده ايه، حطينا 400 جرام دقيق، هنجيب دول كمان 100 جرام دقيق، لان انا عامل حسابي على نص كيلو. بس طبعا احنا بنيجي نعجن الحاجات ديت فبنجيب الدقيق جنبنا بندي بالنظر. فانا عايز اشرح لكم الطريقة بسيطة بحيث ان انتوا لما تيجوا تعملوها تبقى سهلة معاكم وما يبقاش فيه اي اختلاف ان شاء الله. يبقى انا كده حطيت 100 جرام 100 جرام دقيق كمان، يبقى اصبح كل اللي احنا حطيناه دلوقتي نص كيلو دقيق بالظبط. هنشغل برضو العجان ودينا مع بعض. دلوقتي انت طفينا العجان، شوف الاخبار ايه. تمام كده. العجين معايا زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ما بتلزقش في ايدي ولا اي حاجه خالص. نركنها دلوقتي ونجيب الصاج بتاعنا. نمسح الصاج بالزيت الاول. هنجيب شويه زيت صغيرين ونمسح الصاج زيت بحيث ان هي ايه ما تلزقش في الصاج. كده احنا مسحنا الصاج زيت. نجيب بقى العجين بتاعنا نحطه في الصاج. نوزعه بالشكل ده كده. طبعا احنا كده ايه فضينا العجين كله في الصاج قدامنا اهو. هنوزعها بقى ايه في الصاج بايدينا. كده احنا ايه فردناها في الصاج كله. هنشوف بقى مع بعض كده إيه مثلا لو حته عاليه وحته واطيه. يعني مثلا انا بحط صابعي كده اشوف الحجم كله
يعني مقاس الصاج واحد، ولا الفرد ايه في حته عاليه وحته واطيه، بحيث ان مفيش حته تبقى عاليه والحته التانيه ما فيهاش عجين، لا. لان طبعا هي ايه حجمها بيبقى ايه قليل جدا، ما بتخناش قوي، بيبقى حجمه قليل جدا، بحيث ان هي ايه تبقى اللقمه بتاعتها تبقى حلوه بصراحه في الاكل، وخاصه اللي هي بتبقى رقيقه ديت بتبقى ملهاش حل في الاكل بناء على تجارب. كده احنا فردناها في الصاج، هنجيب بقى المقطع بتاعنا ونساوي بالمقطع بحيث الوش بتاعها يبقى ايه مساوي. طبعا احنا كده خلصنا تسوية بالمقطع، كده سوينا ايه الوش بتاعها. هنجيب السمسم بتاعنا، هنرش شوية على الوش، والسمسم حسب الرغبة عامة يعني في يعني لما نيجي نحط حسب الرغبة بتاعتكم. عايزين مثلا سمسم كتير هتزودوا سمسم، عايزين حاجة بسيطة مفيش أي مشكلة. أنا عن نفسي في شغلي بحط كمية معقولة بحيث لا يبقى السمسم كتير قوي، بحيث إن هو ما يبقاش مغطي الوش قوي، وفي نفس الوقت ما يبقاش برضو معايا ايه قليل. كده انا ثبت السمسم على وشها من فوق. كده دي اخر مرحلة هنقطعها الاول. طبعا احنا الفرن بتاعنا ايه جاهز. هو اصلا لما شغلتهوش يعني ايه مش شرط ان انا اشغل الفرن واسخنه الاول وبعد كده احط، لا لا لا. بالنسبه للحاجات اللي هي بتدخل على حراره هاديه ديت، لا انا هدخل الفرن على طول في الرف اللي هو في النص، بحيث ان يبقى ياخد ايه ارضيه وواخد وش في نفس الوقت. هنظبط درجه الحراره على 100 على 170. هنظبط التايمر بتاعنا على نص ساعه. كده احنا ظبطنا التايمر بتاعنا على نص ساعه ودرجه حراره 170. دلوقتي التايمر فصل معانا بعد النص ساعة. هنفتح الفرن ونشوف اللقمة الخضراء عبارة ايه. طبعا احنا ايه بنشوف بالراحة كده، نحط ايدينا بالراحة نشوف هي استوت ولا لا. طبعا هي لسه طرية معايا، هتاخد لها كمان 10 دقايق في الفرن.
بتاعنا ونظبط التايمر تاني على 10 دقايق. دلوقتي التايمر بتاعنا فصل بعد ال10 دقايق التانيين. هنفتح الفرن ونشوف الأخبار ايه. كده خلاص هي نشفت معانا. مش شرط ان انا استنى تنشف قوي، لا، بيبقى مثلا ايه طريه، حاجه بسيطه جدا زي ما هي واضحه قدامكم. طريه حاجه بسيطه. هنجيب المقطع هنعيد على التقطيع بتاعنا تاني. لان طبعا احنا في الاول قطعنا، بس بترجع تلحم تاني مع المقادير اللي انا بحطها دي. فعشان تبقى زيادة امان وما تيجوا تفضوها ما تتكسرش منكم، طبعا بقطعها اول ما تطلع من الفرن على طول وهي سخنة، لان لو استنيت عليها اما تبرد وجيت اقطعها هتتكسر مني. فعشان كده بطلعها من الفرن واقوم جاي مقطع على طول. وما تنسوش الجوانب برضو بمشي عليها بالمقطع. وهنستنى عليها اما تبرد وهنشوف النتيجة. نسيبها ايه شوية بس كده تبرد على الرخامة، وبعد كده هوريكم وهنشوف مع بعض ان شاء الله النتيجة بتاعتها. دلوقتي هي بردت شوية، هنجيب المقطع بتاعنا ونحاول نشيل واحدة. زي ما انتوا شايفين كده، كده من تحت ومن فوق. هنجيب اللي بعدها نلاقيها طلعت معانا سهلة جدا، وهي كده برضو لسه سخنة. اما تبرد يعني هتبقى احسن من كده. اللقمة زي ما انتوا شايفين بصراحة جميلة، ولسه اما تبرد كمان هتكون احسن. بس هي كده لسه سخنة طبعا في ايدي، عشان برضو ايه ما اطولش عليكم في الفيديو. وبكده خلصنا صينية المحوجة بتاعة النهاردة، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.